الجزائر تتجه مباشرة نحو الإفلاس ومصيرها التخبط في أزمة مالية المالية الجزائرية الذي يتوقع نفاذ احتياطي صرف الجزائر عام 2021. وزارة المالية تفاجئ كل المراقبين وتقول إن الدولة على حافة الإفلاس. البترول خلاص ما كانش، الدراهم ما كانش، الدراهم لا يدخلوا لنا البترول اللي قدرنا نخلصوا بهم الموظفين ولا عمر ولا ملاح. كاش الفلوس الله غالب. انا مارين مرحله تاع جحيم. كي قلت لكم كنا قادرين شهر نوفمبر ما نخلصش الخدامين. انا ما عندي ما نخبي عليكم. متظاهرين قابلوا الشرطه بورود وذكروا بعضنا بعض باللي سوريا بدات يا ويحيى دايما في سوريا. الجيري تاع وجهك تسواها انت الجيري برجالها وبحكامها تعرف انت الجيري. مش بالقدرات تاع بلادها، يأمنوا بالقدرات تاع الغير. هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة. العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. يسجل الاقتصاد الجزائري واحدا من أسرع معدلات النمو في المنطقة خلال السنة الجارية. الجزائر تخصص منحة شهرية للعاطلين عن العمل لتكون بذلك الجزائر أول دولة عربية بعد أوروبا تؤسس هذه العلاوة. فائض الميزان التجاري في الجزائر سيفوق 17 مليار دولار نهاية العام الحالي. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده مستعدة لتصدير فائض الإنتاج من الكهرباء نحو أوروبا. وتتوقع الحكومة الجزائرية بلوغ مداخيل المحروقات نهاية العام الحالي أكثر من 50 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 7 مليار دولار، أرقام يعتبرها مراقبون فرصة ذهبية لإحداث إقلاع اقتصادي حقيقي. تقدمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم كلا من روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا والبرازيل. ما يعترف ببلاده واش بقاله. تحيا الجزائر.